بيكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه الفتره اللي فاتت كان صعب عليا ان انا اصور، وكان اكيد صعب عليكم ان انتوا تشوفوا محتوى من اللي احنا بنتفرج عليه، وستيل الوضع مش احسن حاجه. بس انا حبيت ارجع اصور تاني علشان ما تنسونيش، وعلشان برضو احنا من وقت للتاني بنحب نفصل شويه. فاتمنى ان الفيديو بتاعي يكون هو يعني مخرج شوية يقلل من الضغط والحاجات اللي احنا بنشوفها. فعشان كده انا رجعت اصور تاني. والنهاردة الفيديو عبارة عن ان انا برتكب جريمة الحقيقة. انا برتكب جريمة وعارفة ان انا هندم عليها، وعايزاكم تيجوا تشاركوني فيها. وهي ان انا اشتريت اغلى سشوار في العالم، وحابة ان انا اجربه، واتمنى ما ندمش. بس انا عندي خط رجعة لان انا اقدر هنا ارجعه تاني. بس القرار كان صعب قوي. يا رب ما ندمش. يلا بينا نشوف. مستعدين؟ موسيقى تحميسية. ده الباكت بتاع الدايسون ايراب، هطلع لكم صورته وهنفتحه دلوقتي مع بعض. طبعا السشوار ده يعني خد دعايه في كل حته، كل الناس جربته وكل الناس قالت عليه واو، بس كل الناس مدفوع لها غالبا يعني، لانه هم كانوا عاملين يعني دعايه قويه جدا جدا، فكل الناس دي كان مدفوع لها. النهارده انا جايباه بحر مالي، السعر باليورو والسعر بالمصري عشان تتخيلوا معايا حجم الكارثه اللي انا فيها، ونشوف مع بعض كده اذا كان يستاهل ولا لا. بس انا زي ما انا متاكده ان هو مش هيطلع يستاهل، لانه مفيش حاجه تستاهل الرقم ده ان احنا نعمل بيها شعرنا. بس حبيت اجرب واشوف كده الدعايه دي يا ترى هي فعلا اوفر وكدابه ولا حقيقيه. فهنكتشف ده مع بعض. يلا بينا نفتح الباكت. الدايشن ده انا جبته اللي هو اللون بتاع الشعر الطويل، علشان طبعا انا شعري طويل. بصوا الفخامة، حقيقي فخامة يعني. العلبة فيلفت كده او حاجة ناعمة، شكلها تحفة. بسم الله. يعني حتى الكرتون مش كرتون عادي، يعني كرتون متبطن، ففلوس برضو يعني، هو بيدفع عليه فلوس. اوكي. دي كلها بفلوسي، بفلوسي كل ده. انا مش عارفه ازاي ابين انا والعلبه، معلش اعذروني، اتفرجوا على العلبه ونص وشي. ده الجهاز اللي هو الاساسي اللي بيطلع السشوار يعني نفسه. معاه دي كده فرشه، المفروض ان هي تقريبا بتعمل كده. انا اعرف يعني شفتهم بيعملوا كده، اللي هي بتنظف الحته دي. بصوا اللي بتتخلع اساسا، دي تتخلع كده ولا لا؟ ماجنت. اوكي. وبيجي معاه دي اتاتشمنت اللي هي بتاعت السشوار، اللي بتنيم الشعر كده وبتسشوره. وبتيجي كمان الفرشه دي، المفروض انها بتتحرك يمين وشمال. معرفش يعني دي زيها بالظبط بس اسنانهم غير بعض، مش عارفه ايه الفكره. تيجي اللي هي دي، واخر حاجه بيجي اتنين من دي كده، علشان واحده رفيعه وواحده تخينه شويه كده. كل الاتاتشمنت اللي بتيجي معاها وده الجهاز. فتعالوا بقى نوصله ونشوف هنجربه مع بعض. انا كنت غاسله شعري قبلها بيوم على طول بالليل، ونمت وصحيت صورت لكم الفيديو. فانا بقسمه نصين، وهبتدي اجرب اول حاجه اللي هي الفرشه اللي بتسرح الشعر وبتعمل سشوار في نفس الوقت. دي ميزتها انها بتجيب الجذور. في هنا زرار ورا بنركب بيه الاتاتشمنت بتاعنا، وزرار التشغيل، واحد للحراره والتاني كده فيه مروحه يعني اللي هي قوة الهواء يعني. بعد كده استخدمت الفرشة، هي حلوة بصراحة جدا لو انت يعني عايزة تنشفي شعرك، سهلة. حبيت اخد كده نص شعري كله علشان اشوف يعني السهولة كمان اكتر ولا لا. بصراحة لقيتها سهلة، هي متديش فرد 100%، بس بتنشف الشعر ومبتوقعش الشعر كتير. زي ما شايفين كده شعريتين اللي وقعوا ما فردتش قوي يعني. بصوا الفرق، الفرد مش كبير بس نشفت شعري. وهنا حبيت اجرب التانية اللي هي شبهها بالظبط بس سنونها مختلف عشان اشوف الفرق. مفيش اي فرق برضو، هي نفس الحكاية بالظبط، بتنشف الشعر بس ما بتفردش قوي.
فملقتش فرق خالص. بعد كده هجيب بقى الاتاتشمنت دي، ودي احلى واحده عجبتني. انا هنا كنت بستخدمها غلط، المفروض ان الاخرام اللي فوق دي بتكون لتحت، فانا كنت بطير الهوا بالعكس. بس قويه جدا ونشفت بقى كل اللي ما تنشفش بالتانية بسرعه. هنا عدلتها وابتديت كده انشف بيها شعري. دي اكتر واحده عجبتني، يعني سشوار قوي بصراحه. بعد كده بقى هنيجي نستخدم الاتاتشمنت اللي هي الاساسيه بتاعتها، اللي هي بتلف الهوا. انا مرضتش افرد شعري قوي علشان اشوف برضو قوه التانية، فجربت العريضه او التخينه، لان انا عايزه الويفز بتاعت شعري تكون يعني تخينه، مش عايزاها، ما بحبش انا الشكل الرفيع. وحاولت كده في الاول، ما كنتش متمرسه قوي، بس على اخر الفيديو هتلاقوني بقيت ايه شاطره جدا. هنا بنلفها لجوه، وفيها كده زرار فوق بيلف الناحية التانية يخليكي تلفيها لبره اهي. بصوا كده انا ابتديت الف شعري لبره، ما بتاخدش وقت، يعني هي بصراحة بتنشف الشعر في ثواني وبتعمله سشوار في ثواني. وفضل شعري معمول كده، يعني انا غالبا السشوار ما بيقعدش في شعري لحد تاني يوم ابدا، مستحيل. يعني اصحى تاني يوم ولا كأني عملت حاجة، بس ده انا صحيت تاني يوم كأني لسه عاملاه النهاردة. فدي حاجة انا عايزة اقولها لكم علشان ما كنش ظلمت الجهاز يعني 100%. بصوا هنا كده ابتديت اخد بقى اجزاء اكبر، لان انا كنت عايزه الويفز اكبر. المفروض ان احنا نقعد نعملها ببنس وحاجات لحد فوق عشان تبرد وكده، بس انا كنتش حابه اعمل كده. بصوا هنا بقيت متمرسه قوي وابتديت الفها كده بسهوله. هو حلو، هو حلو بس غالي جدا. يعني انا ده مثلا ادفع فيه 100 150 يورو، ما ادفعش فيه اكتر من كده بصراحه. 600 يورو ده كتير قوي قوي. بس هو يعني كاستشوار حلو، لو انتي معاكي فلوس وعايزة تجيبي حاجة تدلعي بيها نفسك زيادة عن اللزوم هاتيه، لكن غير كده لا. يعني انا شايفة انه كتير بصراحة. وانا كنت بشغل الهواء البارد علشان ابرد الخصلة على طول بعد ما بتسخن علشان تثبت. كنت تعبت بصراحة. شعري كله خد حوالي نص ساعة، ما تعبنيش ان هو في الشعر الطويل. وانا حبيت اعمل القصة على ورا، عملت فوليوم حلو. وفضل بصراحة الفوليوم ده في شعري ثابت لحد تاني يوم، فهي كفوليوم وكسشوار تحفة. لحظة الحقيقة. وانتوا بصوا الكيرلز طبعا، يعني هي اساسا فكت. اوكي، انا هعيط. يعني انا مفيش حاجة عايزة اعملها غير ان انا اعيط. دي النتيجة يا جماعة. بصوا، هي حلوة واحنا بنعملها، اول ما بتبطل خلاص يعني انا شعري كأني مستشوره استشوار عادي بصراحة. ف مش عارفة اعمل ايه. نجرب تاني مثلا اعمل كده. والله يا جماعة ولا اي حاجة، عادي. انا مش عارفة اتكلم بس دي النتيجة ما ترضيش ربنا بصراحة. يعني هو اولا بياخد وقت مش قليل، فانا قعدت حوالي نص ساعة. لو بعمل شعري استشوار هياخد نفس الوقت. دي اول حاجة. تاني حاجة هي طريقة استخدامه بصراحة سهلة. تحسوا ان انتم ماسكين حاجه يعني كواليتي كويسه. بس طبعا السعر كبير جدا 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 على النتيجه المعفنه دي نتيجه زباله. وانا كنت متاكده ان ده هيحصل، لان هم بيقعدوا كده يقولوا في الريفيوهات بتاعتهم لازم نمسكها ببتاع ومش انا مش شاريه سشوار غالي علشان اقعد امسك بقى بمشابك واستنى لما يبرد والكلام ده. المفروض ان هو يديني نتيجه سريعه. ما انا لو بعمل بالسشوار عادي وبلفها وبقوم عاملاها كده باي توكه او باي حاجه ما هتثبت. بس دي نتيجة عادية جدا اخدها من اي سشوار عادي. يمكن هو ادى بس شوية فوليوم، يعني نقدر نقول ادى شوية فوليوم من فوق من هنا. بس برضو انا بعرف اعمل النتيجة دي عادي بالسشوار العادي. ف انا عن نفسي اديله 1 من 10.
بس عشان هو يعني حوار يعني، بس لكن انه الافكت بتاعه كده لا، ما مش عاجبني خالص. انا لسه ما قمتش من على الكرسي يعني، تخيلوا بقيت اليوم. فانا كنت عايزه اختبر ثباته طول اليوم، لا انا مش هختبر ثباته لان هو اصلا مش ثابت في وقتها، فاكيد مش هيثبت بعد كده. فما تصدقوش اي حاجه في الريفيوهات، وده اكيد هرجعه، اكيد مش هيفضل. فما تصدقوش اي حاجه في الريفيوهات اللي انتوا بتشوفوها، وخصوصا لو حاجه سعرها غالي ما تروحوش تدبسوا فيها، لانه الناس دي بتدفع كتير قوي عشان الاعلانات، فخلوا بالكم. كانت تجربه يعني ممتعه، علشان يعني نقدر نقول اي حاجه كويسه. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالفيديو، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وتدوسوا سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.